النصر يواجه الشرطة العراقي. وقبل بداية المقطع خليني أذكر لكم تشكيلة النصر. في حراسة المرمى نواف العقيدي، وفي الظهير الأيمن سلطان الغنام، وفي الظهير الأيسر أليكس تيلس، وفي قلوب الدفاع علي لاجامي وعبد الله مادو، في خط الوسط عبد الله الخيبري ومعه بروزوفيتش وفوفانا، في الجناح الأيسر تلسكا، وفي الجناح الأيمن ماني، وفي المهاجم رونالدو. فاول يلعب الكرة الطويلة إلى تلسكا لحاله، لعب تسديدة في يد باسل، ما أدري أحمد، والله ما أدري مين، بس أحمد باسل أو باسل أحمد، والله تسديده مرة سيئة. وهجمة عن تلسكا خارج منطقة الجزاء، ويلعب لك تسديدة أحسن من التسديدة اللي قبل شوي ب10 مراحل، بس صدق. تيجي في النصر بنص الشوط الأول كاتبين فيها فور ايفر، بسوي نفسي مترجم ومعناها هو إلى الأبد، بس والله ما ضبطه. هجمة صالح النصر ويلعب لك باص جميل جدا وإلى الدون، ويا سلام على التسديدة. أنا مقرب لكم زي كذا لأن الحكم احتسب اللقطة هذه تسلل، فثبت لكم الصورة على لحظة لعب الباص. صراحة شوف قرار حكم صحيح وتسلل، أعطوني رأيكم. في لقطة أخرى عرقلة واضحة جدا من لاعب الشرطة العراقي ومن أكثر من زاوية، بلنتي والحكم لا يحسب شيء. وعند ماني ويسلم على الباص والدون وشذو. رونالدو كان بيلعبها اليمين للمريخ، وهجم النصر صالح ساديو ماني ويسلم على السحبة، ولكن وش التسديدة ذي؟ شوتات سيئة بالهبل. هجمة عند ماني ويسلم على السحبة وعرقلة واضحة، والحكم يعود للفار، وبعد العودة للفار الحكم يقرر بلنتي لصالح النصر، والدون على تنفيذ البلنتي ويحط الحارس في زاوية والكرة في زاوية. يا سلام يا لعيب. واخيرا هجمه صالح الشرطه العراقي وانفراده خطيره جدا ممكن تعدل المباراه، تسديده ولكن نواف يا رجال ملا جرينتا.